ومن شروط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يكون المراقبون من ذوي الخبرة، والخبرة هنا قد يكتسبونها من دورات تكوينية أو تدريبية، ذلك ما حصل بتنظيم الرابطة التونسية للمواطنة. حضرنا أخيرا ندوة نظمت بالمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس، وكانت مناسبة لبروز إشكاليات أخرى كالفرق بين الملاحظ والمراقب ومدى مصداقية هذا وذاك إذا كان منتدبا في حزب أو تيار أو حركة. المركب الثقافي والرياضي بالمنزه السادس، قاعة الموسيقى تحولت لليلة إلى فضاء تدريب لمراقبي الانتخابات. فمن الشروط التي وضعتها اللجنة العليا المستقلة للانتخابات الكفاءة والدربة والتجربة، ولأنه لم تحدث ولا مرة انتخابات حرة بالبلاد ولانعدام التجربة، جاءت هذه الدورات التدريبية عن طريق الرابطة التونسية للمواطنة ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية الذي وفر التمويل. الدورة بدأت بطرح أبجديات الديمقراطية والمواطنة والشفافية ومفهوم الانتخاب الحر والمجلس الوطني التأسيسي ودور الملاحظ ودور المراقب وكيفية تحرير التقرير في حالة حدوث تجاوزات في المكتب ذاته أو ترهيبا من قبل عناصر منتمية إلى ذلك الحزب أو ذاك، بكل تجرد والتعامل معها كتقنية. أنها تعطي الثقة للمواطن في أنه يعرف أنه فما انتخابات وفما هيئات مستقلة من المجتمع المدني أساسا اللي مش تراقب الانتخابات، دونك هي اللي مش تضفي المصداقية واللي مش تعطي ثقة المواطن أنه معناها تبعث الميساج أنه ما فماش تدليس، أنه مش تتم في الشفافية، مش تتم معناها بحرية، مش تتم معناها طبقا للمعايير الدولية للانتخابات. التدريب سيتواصل حتى موعد انطلاق الحملة الانتخابية ضمن ورشات ودورات والتمكن من تقنيات المراقبة والمعايير الدولية. نحن عمرها ما كانت عندنا انتخابات في تونس. ايش معناها الخبرة؟ الخبرة هو أنه يكون عنده مر دورة ولا اثنين ولا ثلاثة للمراقبة باش يعرف شنو هي المعايير اللي يقع اعتمادها لانتخابات حرة وشفافة ونزاهة وديمقراطية. بقي أن نفهم مدى مشاركة منتدبين من الأحزاب في دورات تكون مراقبين من المفروض أن يكونوا محايدين، ومدى درجة ولائهم لهذا الحزب أو ذاك، حتى نتحدث عن الشفافية. وما هو الفرق بين الملاحظ والمراقب؟ أو هي مناسبة لانضمام أعضاء جدد للرابطة؟